احلم فكر جواك دور، مين بيقدر على حلمك يوم او يستهتر. بص لبكرة شوف المنظر، عافر اكتر واحنا معاك، حلمك يتفسر. احلم صمم اوعى تسلم، لازم ترسم بكرة، ده فكرة شايلة الفكرة، واصل الفكرة انه ده حقك ويستحقك. مساء الخير على أحلى مشاهدين في الدنيا. وحشتوني قوي من الحلقة اللي فاتت. تاريخنا كمصريين أمانة، لازم نحافظ عليه ونفتخر بيه ونحكيه في كل وقت، لأن مفيش زيه في العالم، حضارة وفن وعلم وأصالة. حلقتنا النهاردة خفيفة بدون مصطلحات كبيرة أو مشاكل معقدة، علشان برنامجنا واحد من ركايزه الأساسية هو الوعي السياحي والأثري بالتاريخ. علشان كده هنحكي النهاردة عن أحد أهم الشخصيات في التاريخ المصري، وهو اللي أنشأ أول بناء هرمي ضخم في العالم، وهنا أقصد هرم زوسر المدرج. مهندس وطبيب غير ملامح البناء، وتكريما له اتعمل له متحف باسمه بسقارة. بتكلم عن الرائع أمحطب، اللي جوه متحفه كنوز مش هتشوفوها غير فيه، أهمها أقدم مومياء ملكية وأقدم مجموعة من أدوات الجراحة في التاريخ. هنتكلم عن بطل من التاريخ ومتحف من الروائع وحكاية أول بناء في التاريخ. بس خلينا قبل ما ندخل في موضوعنا، معانا تقرير عن شركة من الشركات الرائدة في مجال الأنظمة والإنشائية المتطورة لأنظمة العمارة الخضراء، وهي شركة CDG الصينية. مجال الشركة من المجالات اللي لفتت انتباهي جدا، ودي لأهميتها في الحفاظ على البيئة وتوفير حياة صحية وطاقة مستدامة. وده توجه بصراحة العديد من الدول، خاصة مصر وليبيا اللي بتشارك في إعادة مؤتمر ديرنا. وعند مؤتمر ديرنا هي اختاروها من ضمن ال7 شركات، وخدت مشاريع مصنع الكابلات والأسمنت ومدينة السلام. والحقيقة هي مش بس متخصصة في مجال الأبنية الخضراء، وليها خطط مستقبلية للدخول في مجالات كتير زي العمارة والتعدين والنفط وغيرها من الصناعات المختلفة. خلينا نروح نشوف التقرير ونرجع لكم تاني. شركة CDG الصينية ويمثلها المهندس سيد كمال. تم تأسيسها عام 2002 وتخصصت في الأنظمة الإنشائية المتطورة لأنظمة العمارة الخضراء. وفي عام 2017 كانت بداية انطلاق العلامة التجارية CDG في الشرق الأوسط عبر اختيار قاعدة من الوكلاء والموسعين في الدول المهتمة بمجال الأبنية الخضراء. تم وضع رؤية وخطة استراتيجية للتواجد في منطقة شمال إفريقيا وخاصة مصر بمشروع نبت مصر، وهو رؤية وحلم شخصي للمهندس سيد كمال لمدينة مستدامة خضراء وصديقة للبيئة، والمخطط تنفيذه في أكثر من 34 مدينة جديدة على أرض مصر، استكمالاً لمخطط التنمية والتطوير وتماشياً مع خطة ورؤية الدولة المصرية وفخامة السيد الرئيس لتوفير 3 مليون فرصة عمل على مدار 10 سنوات، وتحقيق اكتفاء ذاتي من الغذاء والصناعات وتوفير العملة الصعبة. وخلال عدة أشهر توسعت الشركة ودخلت السوق الليبية، وذلك من خلال المشاركة في مؤتمر إعمار ليبيا الأول 2020 بمدينة طرابلس. ومن خلال هذه الزيارة تم التوقيع على العديد من المشروعات والشراكات ومذكرات التفاهم التي تخطت 18 مشروعاً في العديد من المجالات مع CDG. أهلاً بالتعاون البناء، أهلاً بمشاركة الخبرات، أهلاً بالاستثمار في مصر وليبيا وأفريقيا. بالتوفيق لشركة CDG ورئيس مجلس إدارتها في الشرق الأوسط المهندس سيد كمال، وفخورة إن في شركة عالمية بيمثلها مهندس مصري. كوادر مصر ملهاش مثيل. خلينا نحكي لكم عن أجدادنا العظماء وإزاي قدروا يخلقوا حضارة دامت آلاف السنوات
وحيرت العلماء حتى بعد كل العلم اللي احنا وصلنا له. علشان كده لازم تكون عارف أصلك إيه، ولازم تفتخر بيه، ولازم تدافع عنه ضد أي حد بدون هوية بيحاول يسرق هويتك. فاصل وهنرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني. متحف أم حطب وحكاية أول بناء في التاريخ، مغامرة هنعيشها معاكم بكل تفاصيلها. هنتكلم عن أسرار عن المصري القديم، هندخل بوابة التاريخ وهنرجع بيكم لآلاف السنين ونعرف إيه حكاية المومياء المتغطية بالذهب، وكمان حكاية الجبنة القريش المحنطة. والله زي ما سمعتوا، الجبنة القريش المحنطة. وأفضل واحد يتكلم عن أم حطب هو ضيفنا العزيز دكتور ممدوح فاروق، مدير متحف أم حطب بسقارة. نورتني وسعداء بوجود حضرتك. نور حضرتك ونور كل السادة المشاهدين. خلينا نبدأ من الأول خالص. نبدأ من الأول. متحف أم حطب من التطوير للافتتاح. تمام. ملخص كده، طبعا أنا مبسوط جدا مع حضرتك النهارده. ده شرف لينا. ربنا يخليك يا فندم. المتحف يعتبر متحف موقع موجود في منطقة آثار سقارة. كانت فكرة وكانت حلم لناس كتيرة جدا جدا، منهم واحد مهندس فرنساوي اسمه جان فيليب لوير. الراجل ده عاش في مصر 75 سنة علشان ينقب ويرمم مجموعة هرم زوسر، وهو كان حتى أوصى إن هو يدفن فيها. الراجل ده للأسف يعني مات سنة كانت 2000. وصيته إنه يدفن على أراضي مصرية؟ قعد 75 سنة في مصر يشتغل في مجموعة هرم زوسر، وكان موصي إنه يدفن فيها. الراجل ده مات للأسف سنة 2001، وتم افتتاح المتحف سنة 2006 عن طريق المجلس على الآثار وقتها. وحضر بعض كبار الشخصيات. المتحف ده كان فكرته إنه يبقى مزار من ضمن مزارات سقارة، لكن مع الوقت طبعا لما مسكت المتحف آخر 2020 المتحف كان فيه مشاكل شوية في البنية التحتية. عملنا تطوير طبعا، حليناها؟ حلينا الحمد لله. المتحف اتطور بالكامل، تحديث الأنظمة بنسبة قد إيه؟ بنسبة 100% يعتبر. الحمد لله. يعني المتحف اتغير تماما. خط صرف صحي جديد، كهرباء جديدة، كل حاجة جديدة فيها، حتى نظام الإضاءة غيرناها. اتطور تماما. كله اتطور، لأن المتحف دلوقتي بيخدم على مكان مهم من أهم المواقع الأثرية طبعًا. في العالم. طبعًا. والذي يندرج تحت قائمة الأماكن الأثرية في العالم، اليونسكو. فطبعا احنا لازم نهتم بيه، لأن اللي هيزور سقارة لازم يعرف القيمة بتاعة سقارة. أكيد. والميزة بقى في متحف أم حطب إنه متحف نوعي تبع قطاع أو إدارة المتاحف النوعية، وبيضم بس اكتشافات سقارة. يعني اللي هيزور متحف أم حطب هيتفرج على اكتشافات سقارة، الاكتشافات بتاعت سقارة. المتحف اتقفل سنة 22 وتم افتتاحه في ديسمبر 23 بعد ما حصل عملية التطوير. بالظبط، بالكامل، لأن كان محتاج يتعمل تهيئة. احنا عندنا في علم المتاحف لازم نعمل حاجة اسمها تحسين تجربة الزائر. لازم يبقى في خدمات موجودة، والزائر يبقى مبسوط لما يدخل المتحف، يستمتع بالمعلومة الثقافية، ويبقى في جزء كمان خدمي، سواء حمامات، سواء مكان يقعد فيه يستريح. كل الحاجات دي كلها احنا عملناها. حلو. علشان كده متحف أم حطب، طبعا الناس تقول مين هو أم حطب؟ لسه ده جاي بقى. انا عايزه اعرف مين بقى. هو ام حطب وحكايته ايه واسم ام حطب ده معناه ايه، وايه يعني الحكايه بقى يعني المومياء المتغطيه بالذهب دي اصلا حكايه مين؟ يعني مفيش مومياء متغطيه حاجات كتير بقى. هو هنحكيها مع بعض. هي بس الفكره كلها ان ده متحف يعني موقع مهم جدا في منطقه اثار سقاره. تمام. بيضم 300 قطعه اثريه تقريبا، في 6 قاعات بتقسم. طبعا قاعات، في قاعه العماره بتضم العناصر المعماريه اللي موجوده في منطقه اثار سقاره، وازاي التكنيك والميكانيزم بتاع العماره كان بيتعمل. والمهندس ده على فكره كان شاطر جدا. كان عندنا في المتحف قطعه اسمها استراكه دي قطعه حجر عليها تخطيط. استراكه دي عباره عن قطع حجريه كان المصري القديم كان بيستخدمها، ويجيب الحبر الاحمر او الاسود يرسم عليها او بيكتب عليها. فطبعا المهندس ام حطب رسم الاول عنصر معماري منحني كده. عندنا القطعه دي بارتفاعات علشان يقدر قبل ما يحجر يبدا يشتغل في العنصر المعماري الحجري. يبدا ان هو يرسم الاول اكن مهندس
درس في كليه يعني الهندسه قسم عماره. وطلعت بتقدير امتياز. بالظبط كده، واكتر من امتياز ممكن نديها له، لان يعني كده دكتوراه اصلا. لان النسب بتاعت هرم زوسر وابار الدفن والمقاييس والزوايا والدقه في النحت وكيفيه ان هو حول العماره النباتيه الى عماره حجريه. الله، ده على فكره ده مهندس ابن مهندس، ده اكيد. والده كان اسمه كانيفر، ها. كان مهندس معماري، وهو اللي عمل المقبره بتاعه الملك خاصي خموي ابو الملك زوسر. وعلى فكره امحوتب كان من عامه الشعب، كان راجل عادي جدا، واتولد في مدينه اسمها ضاحيه اسمها عنختاوي في منف في البدرشين، اللي هي البدرشين حاليا. البدرشين دلوقتي. فالملك كان بيحبه جدا لدرجه ان الملك اداله اكتر من 20 لقب. زي ايه؟ ناخد بقى مجموعه الالقاب. الوزير، الوزير تحت راس الملك ممكن نقول نائب الملك او رئيس الوزراء. كبير كهنه عين شمس اللي هو كبير الكهنه، اللي هو بيبص لعباده رع او اللي بيبص للشمس او بيتطلع على الشمس، وده كاهن. كبير النحاتين. الله. تمام. كبير البنائين. كان واخد القاب كتير. تمام. وكان حتى كتب في القاعده، عندنا قاعده في المتحف، قاعده نادره جدا، بقايا رجل الملك زوسر، اقدامه دايسه على اعضاء مصر، وتحت قدام القاعده القاب المهندس امحوتب. وعلى فكره عمرها ما حصلت ان ملك يبقى ليه اثر يتكتب عليه اسمه في افراد عامه الشعب. لان هو برضه عمل طفره معماريه. لا ده غير الطفره، ده موضوع تاني. ده الطب حاجه، سوري، الهندسه المعماريه حاجه والطب حاجه تانية. ده موضوع الطب ده كمان يعني اتشهر. هو كان مهندس وطبيب وفلكي. طب انا غشيت كده وما اعرفش المعلومه صح ولا غلط. انا غشيت ان هو كان مهندس وهو حي وطبيب. صح. لما توفى. صح. دي حقيقه. اتعرف عنه. اشرحها لي ازاي. اتعرف عن احنا ما لقيناش حاجه طبيه في عهده، هو في اسره ثالثه، يعني بنتكلم على 2650 قبل الميلاد في عهد الملك زوسر. لكن اتفاجئنا ان هو اتعمل له تماثيل نذريه. النذريه دي تماثيل صغيره، بيبقى واحد مثلا نفسه يخلف، نفسه عايز حاجه، فبيعمل تمثال صغير لامحوتب عنده مرض معين، تمثال نذري، وبيدفنه وبيدعي المعبود، يقول له انا عايز تمي شفائي، فبيعمل تمثال نذري لامحوتب. عندنا كميه تماثيل نذريه، منهم واحد في المتحف عندنا. امحوتب اتشهر عنه ده لدرجه انه اتعمل له مقاصير عباده في معابد زي معبد فيلة ومعبد الكرنك في اسوان. صح. معبد الكرنك في الاقصر وفيلة في اسوان. اتعمل له مقصوره عباده. المعبد ده هو اكبر حجما. لما يجي مثلا لتقديس حد معين، واسمها تقديس الاسلاف، يعني ممكن شخص يتحول لايه، عامل زي يقول لك ده شيخ او لك بركه، تحول من شخص عادي الى حد ليه بركات كتير مهمه. فامحوتب اتقدس بعد وفاته ب 1500 سنه، وكان محبوب بقى كده، جدا يعني كان جدا محبوب جدا لدرجه جداً. ان في قصه في برديه اسمها البرديه البهنسه، بتحكي عن كاهن اسمه نيخاوتيس. الراجل ده كان عنده حمى شوكيه، حمى رباعيه، وبيقول انا بيحكي القصه، دخلت المعبد المقصوره بتاعت امحوتب ونمت، وصحيت تاني يوم بقيت خفيت من المرض بتاعي. ده بيسموه عند المصري القديم اسمه النوم الاستشفائي، اللي هو بينام في المكان المقدس وبيصحى تاني يوم ان هو تم شفائه. ده نوع من الايمان اللي عنده. السياحه الاستشفائيه كانت موجوده من ايام طبعا. لا ده موضوع على فكره، ده موضوع كبير قوي. ده موضوع العلاج كمان بالشغل اللي هو النفسي ده مهم، لان كان أكيد. عندهم طبيب نفسي، بس مش بالمسمى، مش مسمى الطبيب النفسي لكن دلوقتي. كان بيعالج وكان في علاج. عندنا برديات كتير زي ابرس وابن اسماس، برديات بتحكي برديه الكهون عن الست اللي بتولد والحامل وتجارب الحمل، وقد ايه فتره وايه اللي تاخده اثناء فتره الحمل. كل الحاجات دي كلها على فكره المصري القديم كان متقدم فيها. علشان كده امحوتب ده معناها، نيجي بقى لاسمه. ايوه، اسمه بقى معناه ايه؟ انا قاعده مستنيه. هنقول اسمه معنى دلوقتي. اسم امحوتب. امحوتب معناها ايه؟ بمعنى القادم، وام ده حرف جر، وحتب او حتب معناها سلام، معناها القادم في سلام. القادم في سلام. يعني ممكن اتولد بشكل بدون يعني بدون احنا ممكن نقول بقى ايه رندا يبقى معناها ان القادم في سلام. رندا امحوتب. أيوة. رندا امحوتب معناها رندا او رندا امحوتب، رندا القادمه في سلام. الله. تمام. هو الله. اسمه القادم في سلام. وعلى فكره يعني الراجل ده مهم جدا، وحتى قعدته لما تمثل ان هو قاعد على كرسي ماسك برديه، وكان في طقسه كان عباره عن نموذج للكتبه، كان يدلقوا ميه كده، طقسه اسمها سكب الماء.
سكب الماء. يعني او الحبر، يجيبوا دوايه حبر او ميه يدلقوها كده، دي معناها تقديسا لروح، يقول لك ايه ده روح امحاطب. الراجل ده حاجه عظيمه، عمل عشان نستمتع بتاريخنا العظيم عمل ثوره. ونفتخر كده لا واحنا لا لا بنسمع. بجد على فكره. آه. يعني فكره ان هو يعمل نظام هندسي معماري، دي كليته، دي مدرسه. وعلى فكره مدرسه العماره المصريه القديمه هي اقدم مدرسه. احنا الوحيدين اللي نحتنا على الحجر، وفي حضارات كانت معاصره لهذه الفتره زي الحضاره الاشوريه والمسماريه. تمام، الخط المسماري، الحضاره الاشوريه والعراقيه كانوا بينقشوا على الطين. ففكره ان احنا ننقل على الحجر ونعمل ملامح، وفي مدرسه حتى في حاجه اسمها نحات الملك، وبيعمل نسخه من وشه. ده احنا درجه كان بيعمل قوالب، كان بيعمل قوالب صب الوش الملك علشان خاطر تطلع نفس الملامح. الله. لان عندهم عقيده ان لازم الروح تتعرف على صاحبها حتى بعد الوفاه. ايوه، كان بقى يعني نيجي عند النقطه دي، الروح تتعرف على صاحبها حتى بعد الوفاه. كانوا هم حتى شكل البناء بتاعهم بيختلف، يعني بيبقى فيه اوضه سفليه على ما ايوه اعتقد. صح، بناء السفلي وبناء البناء علوي. السفلي وبناء بالظبط. العلوي. ممكن بقى بالظبط، برافو. تشرحوا لنا كده بالتفصيل؟ بالتفصيل. انا بقى نرجع، انا عايز اقول بسرعه فكره الهرم. الناس مش مصدقه ان الهرم مكان للدفن، والناس تقول لك ده ناس جت من بره بدأوا لنا الاهرامات. الفكره كلها قبل ما ابص لهرم خوفو، انا عندي قبل هرم خوفو عندي هرمين موجودين في دهشور للملك سنفرو، وعندي هرم بتاع الملك زوسر قبليهم اللي هو سقاره، وعندي قبل الهرم زوسر عندي حاجه اسمها المصاطب. هشرحها بسرعه كده. المصري القديم كان بيخاف على الجثه بتاعته من كتر الامطار والحيوانات اللي بتهاجمها، فعمل حفره بيضاويه الشكل، ودي في عصور ما قبل التاريخ. وكان بيغطي المتوفى بالجلد الحيوان، ويبطن الجزء الحفره تمام بالطين وبعض القش، وكان بيغطيه. بعد كده لقى بيتعرض للمخاطر، فبدا يحط عليه بناء علوي، مسطبه شكلها الحواف بتاعتها اكنها طالعه لفوق، مسطبه زي مسطبه اللي بيقعدوا القرى بيقعدوا عليها، مسطبه زي تمام. المسطبه دي كانت الجزء العلوي للمقبره، في الجزء بقى السفلي للدفن. فالجزء العلوي عمل حاجه اسمها ابواب وهميه، يعني تلاقي المسطبه دي متقسمه كده ابواب، دي بيسموها ابواب الروح. الله. ابواب الروح. وفي بير من فوق نازل ينزل بحبل في بير الدفن. يبقى الدفن بيتم على حرف ال، يحفر في الصخر، بيتم المقبره على جزئين، حفر في الصخر على حرف ال، والجزء العلوي مبني. يبقى الجزء اللي تحت منحوت والجزء العلوي ايه؟ مبني من الايه؟ من الطوب اللبن. تمام، او يكسيب الحجر. فعلشان كده تطور بقى من فكره مسطبه واحده الى 6 مساطب اللي عملها امحطب، وبعد كده بقت هرم كامل. ففكره الهرم ده هويتنا وتاريخنا، ومحدش يقدر ينزع هذه الهويه نهائي. لانه على فكره احنا مبدعين في كل حاجه، عندنا كلام نقوله على الهندسه. طبعا. حتى الفرق البنائين اللي كانوا بيقسموا نفسهم فرق، ده رئيس الفرقه، ده اللي هيعمل الجنب، ده اللي هيمسك الحجر هيصنفره، ده اللي هيقطع الحجر من المحجر، ده اللي هيبدا تخصصات يعني كل حد ليه التخصص ده بتاعه. علم الاداره اتعمل في عهد المصري القديم بشكل رائع. الاداره، المانجمنت الاداره اصلا كمان. طبعا عندنا هيكل اداري كبير جدا جدا. هو الموضوع ما كانش عشوائي، لا ده كان المصري القديم عنده هيكل اداري. نرجع لمحطب علشان الموضوع ما ياخدناش كبير قوي. وعارف، حاسه ان تحكي لي حكايه، فانا خلاص بقى يعني انا عايزه اسمع. لا ده احنا كمان نحكي حكايات تانية. انا لولا الوقت بس. في متحف المحطب عندنا قطع مهمه جدا. عندنا مكتبه كان سميت بمكتبه جان فيليب لوير اللي هو المهندس. عندنا مكتبته وعندنا الكرسي بتاعه وحاجته والرسم اللي بيعمله، الرسم الهندسي اللي كان بيرسمه. عندنا كمان قاعه العماره، نماذج معماريه، اقدم سقف حجري. تمام. عندنا افريز حياه الكبرى الحيه نفسها. عندنا العمود الحجري، اقدم عمود حجري. عندنا اسمه جدار الفيانس، الجدار ده معمول ببلاطات فيانس شاني. اقدم عمود حجري ده شكله ايه؟ بيبقى على شكل سعف النخيل، شكل نباتي. يبقى راس فوق بعضها. ده موجود على فكره في مجموعه هرم زوسر. طيب سؤالي بقى، عشان برضو غشيت، اوسكار كانت متاخده مننا، يعني العصايه دي أيوه. كانت بتاعتنا. أيوه. غششني بقى. انا فاكره بشرحها في المتحف للناس. غششها لي. بشرحها في المتحف للناس. عندنا فاترينا موجوده في المتحف للمعبودات المصريه القديمه مصنوعه بالبرونز. لقينا دفنه موجوده في مقبره الطبيب قار، في مجموعه تماثيل برونز كتير جدا جدا. لايزيس بقى، ايزا وحتحور واوزوريس وكده.
فعندنا الله. تمثال المعبود بتاح. بتاح ده هو المعبود بتاع منطقه منف، كان بيقدس في منف، هو رب الصناع والحرفيين والحكمه. فالهيئه بتاعته ان هو واقف لابس عبايه حابكه جدا، أيوة. وماسك عصايه السلطه ومعاها بعض الرموز، وماسكها كده. المسكه دي وقفتها كده اتاخدت مننا في موضوع جائزه اوسكار. الله، الله علينا. اه بجد الواحد يعني لما بيسمع تاريخه قد ايه بيحس ان هو عارف ما كانوش قالوا علينا الفراعنه في فخر كده. احنا اقوى من كلمه فراعنه كمان. احنا اجدادنا المصريين القدماء عملوا حضاره الناس مستغربه. في ناس بتسالني هو ليه اشمعنى الحضاره ديت بتنفرد عن حضارات اللي حواليها. قلت لهم الارض وطبيعه النيل وربنا حبانا بالارض ديت خليته ابدع. ما انا ممكن انا اخلف 4 اولاد كل واحد يروح مكان، صح. بس هو الوحيد اللي قدر يبدع. اذا الابداع ربنا يعني حبانا بهذه الفكره وهذا الموضوع، ان احنا يبقى عندنا فكره مهمه ان المصري القديم البيئه بتاعته اثرت فيه وهو اثر في البيئه وصنع حضاره. الحضاره اللي هي مش 7000، الحضاره اللي هي بقى لها 14000 سنه قبل الميلاد. الله. مش 7. نطلع بقى لحاجة تانية خالص. موتراني من أول البرنامج. الجبنة الجبنة القريش المتحنطة. أنا آخري عنها إن أنا باكلها في الرجيم. لكن أعرف إن في جبنة من أيام التاريخ القديم ده كده موضوع تاني. احكوا لنا بقى. بص حضرتك، إحنا موضوع الجبنة لو حضرتك شفتي مجموعة عنخ آمون هتلاقوا فيه عيش متحنط، عيش ناشف. عيش كمان عيش وفيه بلح، تمر متحنط. ففكره تحنيط الاطعمه او حفظ الاطعمه ده كان ابداع عند المصري القديم، لانه هو كان بيبدع في فكره القرابين. هناخدها في فكره القرابين اللي هو عنده نوع من القرابين، قرابين سائله وقرابين صلبه. فهو كان بيرسمها على جدران المقبره ايمانا منه ان هذه القرابين هي التي بتعطي القوه الحيويه للمتوفى في العالم الاخر. لان الميت اللي هو مات عنده ايمان ان هو يبعث من جديد، فاذا محتاج طاقه وفي عمليه بتتم علشان يبعث من جديد، حاجه اسمها الوحي ميثود اعاده الميلاد، زي ما واحد بيتولد من جديد يعني بالظبط. هي لما يتعاد ميلاد هياكل بقى ففي في طاقه. ففي الطعام بالنسبه لهم هو انرجي، الباور بتاعته الطاقه لازم تبقى موجوده تمام، بخضروات بفاكهه، انواع اللحوم بانواع الخضروات. الطاقه زي الفويل زي البنزين زي الطاقه. فالاكل بالنسبه له عشان كده كان بيحنط الاكل. تحنيطه بقى ازاي؟ ايوه هي دي النقطه. هي الفكره كلها ديت بس في عجاله. احنا مش هنطول فيه لان انا مش متخصص في الموضوع ده. لكن الجبنه القريش لقينا جبنه متحطوطه في كور من الكتان كده ومحطوطه في قدره. تمام. والجبنه القريش او الجبن ده نوع من انواع الاطعمه المهمه جدا عند المصري القديم، وبالذات في منطقه سقاره. وده بيدل ان الريف مؤثر في فكره صناعه الاطعمه طبعاً. على فكره طبعا يعني هم الاساس بالظبط كده. عندنا ابقار وعندنا حاجات بتتحلب، فطبعا اللبن موجود، فاذا هو بيصنع هذا الموضوع وعنده قدره. بس طبعا الجبنه الموجوده حاليا ما تتاكلش لانها تكلست، يعني تحولت الى زي بودره جيريه. لكن في الفكره في الاول في الاخر ان تحنيط الاطعمه المصري القديم كان بيحط مواد معينه انا مش متخصص فيها، لكن التحنيط بيتم علشان حفظ الاطعمه تفضل معاه في العالم الاخر. الله. اخر سؤال هساله لك يا دكتور بشكل شخصي جدا وبيهمني انا وبيهم كل مشاهد بيتفرج علينا دلوقتي. وبعيدا عن اي حاجه احنا استمتعنا جدا مع حضرتك، ولكن حضرتك بتحكي الموضوع كانه حكايه، كانه حدوته. الواحد مستمتع وعايز يسمع اكتر واكتر واكتر. وحضرتك قلت ان حصل تطوير كامل. هل تحت ايد حضرتك في المتحف كوادر ان انا لما اجي ادخل او السايح يدخل يشرح لي الحكايه بالانسيابيه والجمال ده؟ انا كنت بعاني يعني على يعني الجمل الجميله ديت. طبعا المتحف عندنا في وزاره الاثار عموما كوادر شاطره جدا. عندنا امناء متحف شاطرين جدا. احنا قمنا يعني بتدريباتهم علشان يشرحوا للزوار، واي زائر محتاج شرح في موجودين. وكمان في خدمه جديده حاليا بتقام في المتحف. ايه هي بقى؟ خدمه صديق امحطب 2. دي طلبه وخريجين من اثار ورشات سياحه وتاريخ تم تدريبهم، ودلوقتي موجودين في المتحف كل يوم لغايه يوم 6 اكتوبر لشرح المتحف للزوار مجانا حسب الرغبه.
نفسي بقى دي موجوده. الحمد لله ان ده حصل. وبجد مم. بجد اي تطوير بيحصل في المجال الاثري او السياحي بيفرحني، مم. لان انا عانيت. انا آه. دخلت المتحف كذا مره، مم. وحتى كانوا بيشرحوا لي بطريقه متحف اكاديميه الحطب ولا قوي. متحف؟ لا انا لسه هاجي لك بقى. الزياره الجايه. يعني دخلت المتحف الجيولوجي، دخلت متاحف كتير بيشرحوا بطريقه مم. أكاديمية قوي. ايوه بالظبط. أنا محتاجة حد يشرح لي ويدخلني في التاريخ ويحببني فيه، ويحبب أطفالنا ويحبب الأجيال اللي طالعة علشان يثبتوا هويتهم. على فكره موضوع السرد والحكي بنعمله للاطفال. يعني انا عندنا ورش اطفال احب اقعد معاهم، اقول لهم كان يا مكان كان عندنا مهندس من اجمل المهندسين ومن ابرعهم. مين هو يا اولاد؟ المهندس امحاطب. مين هو امحاطب؟ القادم في السلام. يا ترى انت نفسك تطلع ايه؟ انا هطلع مهندس معماري. طب انت تطلع مهندس معماري، أنا المهندس لازم، بيعمل ايه؟ أنا آسفة إني قطعتك، بس أنا لازم آجي عشان أسمع جمال الحكاية لا ديت. حضرتك هتسمعي بقى الحكايه من اولها، وهتخرجي ان شاء الله بمعلومه كويسه وتنبسط ان شاء الله. وادعو كل المشاهدين شرفتني يجوا. ونورتني شكرا يا فندم ليكي. والله يعني بجد يا دكتور استفدنا كتير جدا ده أنا اللي مستمتع بحضرتك، بحضرتك جدا واكيد والله. هيبقى في زيارات تانية أكيد، كتير، أكيد إن واكيد شاء هيبقى الله. في حلقات تانية كتير. اكيد ان شاء الله. بشكرك جدا شكرا يا جدا، فندم. شكرا يا فندم. وبقول لكم حافظوا على هويتكم ومصريتكم وتاريخكم. وفي نهاية لقائنا بنفكركم دايما ان السياحة حياة. مستنياكم كل يوم 3 الساعة 12:30 ظهرا، والإعادة 2 بالليل في ملف سياحي آخر. إلى اللقاء.